نور الدين الشينوي حاليا كيقولوا بلي مصاب بالسرطان. هاد التفاهه واش لهاد الدرجه وصلت بالناس انها تدعي على هاد السيد او انها تمرض واحد الشخص نفسيا اكثر ما هو نور الدين الشينوي مرض نتيجه انه استعمل السحر باش يتلقى هاد الشهره الكبيره وباش يكسب حب المغاربه، وهذا السحر اللي استعمل رجع ضده انه سبب ليه مرض وسبب ليه مرض في الذات ديالو. طبعا قبل ما نشوفوا هذا الاستنتاج اللي استنتجه واحد الجزائري نعرفوا شكون هو نور الدين الشينوي. نور الدين المزداد بتاريخ 1000 كاين بلاتي حنا جينا باش نكشفوا الحقيقه. الشخص اصلا هو معروف والمغرب كامل كيحب، اش غندويو عليه؟ نحيدو لغه الواقع. هذا الاستنتاج دارو واحد الجزائري وخرج به في واحد الفيديو ديالو كيقول هذا الشيء هذا، وداكشي باش درنا هذا الفيديو هذا من بعد ما شفنا المسرحيه ديال ايران واسرائيل الامس، والفيديو اللي وصل اكثر من مليون مشاهده في ظرف قياسي. وهمني بعض الاخوان المغاربه في التعليقات نكشفوا حتى الحقيقه ديال المرض ديال نور الدين الشينوي. الله يشافيه يا ربنا امين. في هذا اليوم دعوا معاه كاملين في التعليقات، دعواتكم كله دعواتكم كاملين دابا كلشي داير معاه. الله يشافيه يا ربنا امين. طبعا هذا الاستنتاج من بعد ما درنا بزاف ديال الابحاث ديالنا ولو شويه في الموضوع، هذا السحر مستحيل انه يرجع ليه بهذه القضيه واللي هي تدهور في الصحه ديالو. يعني هذا الطبع، يعني هذا الاستنتاج من عند هذا الجزائري هذا شي من بعد ما بحثنا من اعراض السحر المأكول شنو هما الاعراض ديالو. الله يشافيكم يا ربنا امين. انت اللي كتكون كتعاني من هذه الاعراض ديجا تسحرتي من قبل، الله يشفيك يا ربنا امين. اسالك يا ربنا، اسالك ان تكون ساعه استجابه، واسالك ان تشافي كل مسحور يا ربنا. ما اتيتم به السحر فان الله سيبطل. الاعراض ديال السحر المأكول هي ضعف الجسد والبنيه الجسديه، وهذا الاعراض بوحدو كيتدهور من الصحه ديال من هنا لهنايا. اذا نور الدين مرض فعل يدوي، مستحيل انه يعمل هذا الشيء وانه يأدي راسه مقابل واحد النشوه، مقابل واحد الشهره اللي انا عارفه غترجع عليه بالمرض. يعني باش غتنفعوا هذه الشهره، باش غينفعوا هذا المال هذا على السبيل المال؟ لا لا الف لا. اذا عارفه التعليق يكون كتبوها شي طفل هرب لماماه من الحال هذه وجا كتب هذا التعليق خلى مبرش اللي ما عنده حتى شي صحه وما عنده حتى شي ذكاء وما عنده حتى شي استنتاج. تعليق غبي. كرامات الجزائريين رغم انهم كيعتبرونا مطبعين وخونه، باش درنا هذا الفيديو باش نشرحوا لك الصحه ديال هذا الخبر وبلي راه الشينوي ان شاء الله غادي يشافيه الله سبحانه وتعالى. ما عليه الا يتبع الرقيه وكلام الله سبحانه. ما قال ثاني ولو اجتمعوا ان يضروك فلن يضروك الا بما كتب الله. انت كتبغي بحال المحتوى الهادف وكيعجبوك تستافد شويه بعيد عن المحتوى التافه، ما تنساش تعمل متابعه. بارطاج هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفهم باش حتى هما يعرفوا الحقيقه. الزبيلات اللي كتخرج بهذه الاشاعات وحشومه انك تقول على السيد مريض بالسرطان، حشومه وعيب انك تمرض واحد الشخص في النفسيه ديالو. الله يسعد لايكاتكم والله يشافينا اجمعين يا ربنا امين. دعواتكم ان شاء الله.